بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين. بداية شكري وتقديري للشيخ أبو ناصر حزام آل قبيح على هذه الدعوة الكريمة، وشكرا له على مواقفه المتتالية في احتضان هكذا جلسات داعية إلى وحدة العراق وداعية إلى حب الوطنية والوطن. والشكر الآخر لك عزيزي أبو مكارم رياض الزيادي، وإلى الأخ دفار الركابي، وأنتما تنقلان هذه النفحات الوطنية من خلال قناتكم البيضاء قناة السلام. وألف تحية لراعيها السيد حسين إسماعيل الصدر. مشاركتي عبارة عن لوحتين، اللوحة الأولى للتجاوز التركي على العراق، واللوحة الثانية للشهادة والشهيد. وصل أردوغان خافا ما دره، وصل أردوغان خافا ما دره، للعراق جفوف سبع القنطرة، وحدة كون سلاحنا تشيله ونصول، الثانية تطيح علمكم بنقرة، ولا توصل لينا نهوس باسطنبول نهوس. أحسن الله لكم. اللوحة الأخرى للشهادة ودموع الأمهات والآباء. ما مرة شفتها الروح مسرورة، وعلى الفارقتهم حيل مقهورة، دنيا وضيمها عليا من الدورة، خلتنا بحزن والفرحة محظورة، بكثر ما بالنجف حفرينا للشبان، قبور قلوبنا من الحزن محفورة، ولا رحنا الملاعب للونس بالعيد، قضينا العيد برض النجف وقبوره، بدين الوالدة شفت القبر مشبوك، ولابوها تنوح يمها بنية بحروره، وشفت يمها يتيم يصيح يا ويلاه، وشفت شايب هناك حاضن الصورة، لذلك ما سمعناه الغنى البيكيث، ونحب الونين اللي بالحزن طوره، ومو من العيون الما بكت لحسين، والعين اللي بكت لنقلها ماجوره، وشي مرين من قد ما جرعنا الضيم، ندور القهوة اللي بيها المروره، وشلت بالمقبرة شوف على شوف العين، شفت شبان بيها شكثر منثورة، وصح صبت دموعي وهاجت الحسرات، وشباب الفارقتها بزاد مذكورة، ولكن صحت يستاهل عمرنا الدين. من أهل بيت النبي، من أهل بيت النبي كم رقبة منحورة، ولا تغلى الأعمار الخاطر الكرار، الضريح أرواحنا من المهد منذورة، الضريح أرواحنا من المهد منذورة. شكرا للأخ العزيز الشاعر المبدع أبو مصطفى نسيم الخليف، حفظك الله ويسلمك. شكرا.